كان يوسف دايما بيحب يصور أي مكان، أي وش، أي لحظة. بس من يوم ما اشترى الكاميرا الجديدة بدأ يشوف حاجة تانية، وش مش المفروض تبان. في كل صورة كان بياخدها يلاحظ في الخلفية وش تالت مش هو ولا اللي جنبه، وش بيبص ناحيته بابتسامة غريبة. في الأول قال يمكن انعكاس، بس لما صور نفسه في المراية الوش التالت كان وراه بيتحرك. بدأ يسمع صوته في التسجيلات: يوسف، ما توقفش تصوير، أنا لسه مش كامل. ومن بعدها كل ما ينام يحلم بنفس الوجود، وش بدون ملامح بيقرب منه كل ليلة أكتر، لحد ما في يوم صحى الصبح ولاقي الكاميرا مفتوحة لوحدها وفيها صورة جديدة هو فيها نايم، بس الوش التالت مكانه فاضي. بعد اللي حصل يوسف قرر يسيب الكاميرا خالص، حطها في الدولاب وقفل عليها بالمفتاح وقال لنفسه: خلاص كفاية تصوير. بس الغريب كل يوم كان يصحى يلاقي الكاميرا في سريره والمفتاح لسه في جيبه. في يوم الخميس بالليل كان قاعد بيشرب شاي في الصالة وسمع صوت الشتر بتاع الكاميرا من أوضته: كليك كليك. دخل يجري، لقى الكاميرا بتصور لوحدها والفلاش بيولع ويطفي، بس مفيش حد بيضغط الزر. ماسكها بإيده، ولما فتح الصور اتجمد. كل صورة فيها هو، بس وشه مختلف. كل مرة ملامحه بتتغير أكتر، كأنه بيشوف نسخة منه بتتشوه شوية بشوية. في آخر صورة الوش التالت ما بقاش وراه، الوش بقى هو. من بعدها يوسف اختفى. الشرطة فتحت الشقة، ما لقوش غير الكاميرا على الترابيزة وفيها صورة واحدة بس ضبابية، لكن اللي باين فيها واحد بيبص على العدسة بابتسامة مرعبة. وشه مش يوسف، لكن لابس هدومه وعينيه نفس اللون. بيقولوا إن كل اللي لمس الكاميرا دي بعده اتصور من غير ما يعرف، ولما فتح الصورة شاف الوش التالت مكانه. بعد شهور من اختفاء يوسف الكاميرا اتباعت في مزاد صغير في القاهرة. رجل كبير في السن اشتراها ب50 جنيه بس، وقال للمسؤول: قديمة بس شكلها غالي. الراجل ده اسمه عم جلال، صاحب محل تصوير قديم في وسط البلد. رجع بيها البيت، مسح عليها بإيده وقال: هنرجعك تشتغلي تاني يا بنتي. بس أول ما شبكها بالكهرباء النور في المحل طفى، وسمع همسة ضعيفة من السماعة الخلفية: يوسف رجعني. افتكرها صدفة، بس لما شاف أول صورة اتصورت لوحدها ظهر وش يوسف وراه، نفس الابتسامة، نفس النظرة الفاضية. عم جلال رح يطفي الكاميرا، بس الزرار كان بيلزق في صباعه، كأنها مش راضية تسيبه. وفجأة الكاميرا بدأت تشتغل لوحدها، بتصور كل ركن في المحل. الصور بتظهر على الشاشة ورا بعض، حد بيمشي جو المكان، لكن مفيش حد في الحقيقة. في آخر صورة كان باين وش يوسف جو المراية، بس المراية دي مش موجودة في المحل أصلاً. بعد ساعتين الجيران سمعوا صوت ارتطام قوي، ولما فتحوا الباب لقوا عم جلال واقعاً على الأرض والكاميرا مفتوحة على صور جديدة. كل صورة فيها زبون من زباينه واقف بيضحك، بس وشه مش وشه. ومن ساعتها المحل مقفول، والناس بتقول إن النور بينور لوحده بالليل، وصوت الشتر بيتسمع من جوه، كأن الكاميرا لسه بتدور على وش جديد. عاد يوسف يبص حواليه وهو بيتنفس بصعوبة. الهوا كان تقيل، فيه ريحة تراب وعرق وخوف. المكان كله سكون، لا صوت عربيات ولا نباح كلاب ولا حتى هبة نسمة، بس في صوت واحد، صوت خطوات بطيئة جاية من آخر الزقاق. وقف يوسف وبدأ يسمع كويس. الصوت بيقرب، كأنه حد ماشي على 100، وال100 بتغلي تحت رجليه. مين هناك؟ سألها بصوت مرتعش. مفيش رد، بس الخطوات قربت أكتر وأكتر لحد ما وقف الصوت تماماً وراه. اتلفت فجأة، لكن الزقاق فاضي، بس الأرض مبتلة، كأن حد كان لسه واقف في نفس المكان. يوسف حس بحاجة غريبة، جلده كله أشعر وقلبه بيخبط كأنه هيكسر ضلوعه. قرر يجري، بس وهو بيجري سمع نفس الصوت من جديد، بس المرة دي جواه صوت واطي بيهمس في ودنه: رجع الكتاب يا يوسف قبل اللي جوه السرداب يصحى. وقع على الأرض ومسك راسه، الهمس بقى أعلى
وكأنه آلاف الأصوات بتردد نفس الجملة. رفع عينه. لك الجدار اللي قصاده عليه خطوط مرسومه بالدم، كتب فيها: اللي يدخل سرداب فوريك عمره ما يخرج زي ما دخل. عيونه اتسعت ودمه برد، لأن الخط اللي مكتوب كان بنفس لون الدم اللي نازل من إيده. يوسف قام بصعوبة، يده بتنزف وصدره بيتهز من الخوف. نظر للجدار اللي عليه الكتابة تاني، لقى الحروف بتبدأ تتحرك قدامه كأنها بتسيح. مد إيده يمسحها، لكنها اختفت فجأة كأنها ما كانتش موجودة أصلاً. رجع لورا خطوتين وقال لنفسه: أكيد ده كابوس، أنا لازم أروح. خرج من الزقاق بسرعة، بس كل ما يمشي في الشارع يلاقي الناس بتبصله بنظرات غريبة. واحدة ست واقفة عند بلكونة، أول ما شافته وشها اتبدل، وشها بقى وش راجل عجوز بعينين سودة تماماً، وقالت له بصوت متداخل: اتأخرت يا يوسف، السرداب فتح خلاص. صرخ يوسف وجري لحد ما وصل بيته القديم اللي كان ساكن فيه زمان، البيت اللي أبوه سابه بعد ما مات الجد، واللي محدش في العيلة بيقرب منه. وقف على الباب، المفاتيح في إيده، بس إيده كانت بترتعش. سمع صوت خطوات جوه، زي ما يكون حد بيتحرك فوق في الدور اللي فيه غرفة الجد. فتح الباب بهدوء ودخل، ريحة رطوبة وعتق، وصوت ساعة الحيطة القديمة لسه شغالة. طلع السلم خطوة بخطوة، ولما وصل لباب الغرفة لقى الباب مفتوح شق بسيط. من الشق شاف الكتاب، كتاب قديم جدا مغطى بطبقة تراب سميكة، لكنه مفتوح على صفحة واحدة، وفي الصفحة دي فيه رسم لجسم إنسان لكنه من غير وش. يوسف مد إيده يقلب الصفحة، بس قبل ما يلمسها الكتاب اتحرك لوحده وتقلب الصفحة من غير ما يلمسه، وظهر سطر مكتوب بخط مختلف كأنه مكتوب لسه حالا: مرحبا يا يوسف، كنا مستنينك. صوت الباب وراه اتقفل فجأة، والساعة وقفت عن الدوران، والبيت كله غرق في ظلام تام، إلا من ضوء خافت جاي من بين صفحات الكتاب. يوسف وقف متسمر مكانه، مش قادر يتحرك. الضوء اللي طالع من الكتاب بقى أقوى، والهواء في الغرفة اتغير، ريح باردة كأنها خارجة من باطن الأرض نفسها. وفجأة صوت جه من جوا الكتاب، صوت واطي مبحوح، لكن يوسف عرفه رغم السنين. صوت جده قال له: يوسف، متخافش يا ابني، اسمعني كويس قبل ما يفوت الأوان. يوسف تراجع خطوتين وقال بخوف: جدو؟ ازاي صوتك بيطلع من كتاب؟ الصوت كمل: الكتاب ده مش كتاب يا يوسف، ده باب اتفتح من سنين، وأنا كنت السبب. يوسف بدأ يتنفس بسرعة وقلبه بيرقص في صدره. باب إيه؟ أنت بتتكلم عن إيه؟ الصوت رد وأصبح أقرب، كأن الجد واقف وراه. زمان أنا كنت بحاول أرجع اللي ضاع مني، بس لما قريت التعويذة الأخيرة الباب اتفتح وسحبني. هو مين؟ سأل يوسف بصوت بيرتعش. الصوت سكت لحظة وبعدين همس: اللي ما بيتسماش، صاحب الظل الطويل. يوسف التفت بسرعة وراه، سمع صوت خطوات جاية من آخر الممر، خطوات تقيلة بتقرب ببطء. الهواء بقى أتقل والأنفاس اتجمدت. الضوء اللي كان طالع من الكتاب بدأ يخف، وفجأة ظهر ظل على الحيطة، ظل ملوش ملامح، أطول من أي إنسان طبيعي، بيتحرك ورا يوسف كأنه بينتظر اللحظة اللي يلمسه فيها. الجد قال له بسرعة: يوسف، اسمعني قبل ما يوصل لك، لازم تقفل الباب. يوسف صرخ: إزاي؟ بدم من نفس العيلة، الدم هو المفتاح. يوسف بص على جرح إيده اللي كان نازل منه دم من شوية، وبدون تفكير فتح صفحة الكتاب ومد إيده فوقها. الدم نزل على الحروف القديمة، فابتدت الحروف تنور بلون أحمر غامق، وصوت صرخة عالية جدا ملأ المكان كله، كأنها صرخة من عالم تاني. الظل حاول يقرب أكتر، لكن كل ما يقرب بيتراجع لحد ما اختفى تماما في العتمة. يوسف وقع على الأرض مرهق ومش قادر يتنفس، لكن قبل ما يفقد الوعي سمع صوت جده للمرة الأخيرة: افتكر يا يوسف،
الباب ما بيتقفلش مرة واحدة، هو دلوقتي بس نايم. وساعتها الكتاب قفل لوحده والبيت رجع هادي، لكن على الغلاف كان مكتوب بخط دم جديد: قريبا السرداب هيفتح تاني.